اتكلمنا كتير عن الرجل النرجسي. النهارده هكلمكم عن الست النرجسيه. هقولك علامات لو موجوده في شريكتك، خطيبتك كانت او حبيبتك او مراتك. اخلع بقى بدري عشان دي هتتعبك قوي. اول حاجه كتير مغروره، انا الاحلى الاذكى الاشطر الاجمل الانظف الافضل الانقى بين كل الناس اللي حواليا. ما بتقبلش النقد ابدا، لو انتقدتها بتتحول لشخص عدواني، مش بتقبل النقد ولا حتى بتسمعه. تاني حاجه مهووسه بشكلها، بتلاقيها مهتمه قوي بمظهرها الخارجي خصوصا وهي خارجه، دايما بتحاول تلفت انظار الرجال حواليها، بتستخدم شكلها وجسمها كوسيله للفت الانتباه. الشريك بالنسبه لها مش مجرد حبيب ولا زوج ولا الكلام ده، هو وسيله لتحقيق الاهداف اللي هي عايزاها في خزنه او تملى فراغ عاطفي او whatever. العلامه اللي بعد كده، ودي موجوده في اي نرجسي راجل او ست، انها مش بتتعاطف ابدا مع اي حد. اي حد حصل له اي مصيبه هي مش هتتعاطف معاه، وفي نظرها ان هو بيستاهل. اهم صفه بقى بتميز النرجسيه من اول لحظه ترتبط بيها، اسالها عن صحابها اللي حواليها او ناس كانوا شركائها قبل كده او اي حد من قرايبها. لو بتشوه سمعه الناس وشاطره جدا في ده ومفيش حد بتتكلم عنه بشكل كويس، اعرف انها نرجسيه. طبعا هي بتشوه سمعه اي حد كانت تعرفه قبل كده. النرجسيين عموما شاطرين جدا في تشويه السمعه، شاطره قوي في لعب دور الضحيه طبعا، وبتستخدم دموعها في الوقت الصح. فتلاقيها بتقلب الترابيزه عادي، او ممكن تستخدم دموعها وقت اللزوم، وغير طبعا الالعاب النفسيه اللي هتلعبها عليك وتبتزك عاطفيا. احذر عزيزي الرجل واهرب.